السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل طاجن عكاوي بالبطاطس بطعم حلو جدا وتكات جميلة قوي. تعالوا نشوف الطريقة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة في حلة على النار هنحط معلقة زبدة، بس الحلة لازم تكون سخنة كويس قوي علشان ندي صدمة كويسة كده للحمة بتاعتنا. وهنحط في الزبدة فصين مستكة، المستكة دي هتدي طعم وريحة للشوربة حلوة قوي. وهننزل فيهم بالعكاوي. العكاوي طبعا الجزار مقطعها لنا كده ومتنضفة كويس. هنبدأ ان احنا نديها تشويحة على الجنبين، نديها لون حلو، وهنلاقي ريحة المستكة بقى طلعت كده مع اللحمة، بتخلي الريحة جميلة جدا. بعد ما نحمر اللحمة بتاعتنا كويس هننزل فيها ببصلاية كبيرة تكون متقطعة كده شرايح كبيرة شوية، وهنحط ورق لوري، وهنحط كمان حبهان برضو بيبقى اساسي في الشوربة، وهنحط فلفل اسود. مش هنحط بقى الملح دلوقتي، هنسيبه للاخر. نقلب الكلام ده كله مع بعض وننزل عليهم بطماطمية صغيرة متقطعة شرايح، ومية تكون مغلية. ضروري برضو ان المية اللي نحطها تبقى مغلية علشان نقفل المسام بتاعة اللحمة خالص. وهنغطي الكلام ده كله وهنسيب اللحمة على نار هادية لغاية ما تستوي. العكاوي بتحتاج سوا كتير شوية، ممكن تاخد حوالي ساعة او ساعة ونص طبعا على حسب العجل اللي احنا جايبين العكاوي بتاعته. ونحط بعد كده الملح ونسيبه يغلي كده مع الشوربة بتاعتنا حوالي ربع ساعة كمان لغاية ما يشرب كويس من الملح بتاعنا. بعد كده نبدأ بقى نشيل العكاوي بتاعتنا في طبق على جنب. العكاوي دلوقتي مستوية 90% سوا. هنكمل بقى سواها في الفرن، ونبدأ دلوقتي نجهز صينية البطاطس بتاعتنا. هنجيب بعد كده صينية بتدخل الفرن او طاجن، وهنحط فيهم بصل وفلفل رومي وطماطمايه وفلفل حامي. طبعا كل دول متقطعين شرايح رفيعة. برضو الفلفل الحامي هو اختياري، بس البطاطس بتبقى عايزة معاها كده حاجة حراقة شوية بتديها طعم حلو قوي. وهنتبلهم بملح وفلفل اسود و7 بهارات او بهارات مشكلة يعني، وسنة صغيرة قوي جنزبيل باودر، ومعلقة صغيرة بابريكا، وذرة صغيرة من جوز الطيب. هنقلب بقى الكلام ده كله كده، ندعك بيه البصل بتاعنا مع الطماطم والفلفل، بيدوا طعم حلو جدا. بعد كده ما ندعك البصل كويس بايدينا كده علشان ينزل المية بتاعته، ننزل عليهم بقى بالعكاوي وبرضو نقلبها كويس كده في البصل. وانا عن نفسي بحب اسيبها ساعة كمان مع البصل كده علشان تشرب من طعمه اكتر، بس هي اختياري برضو، ممكن ان احنا نكمل خطواتنا على طول. هننزل بقى عليهم دلوقتي بالبطاطس بتاعتنا متقطعة طبعا شرايح كده، ونحاول ان احنا نقطعها كلها نفس المقاس علشان كلها تاخد نفس السوا. وننزل عليهم بشوية من الشوربة بتاعة العكاوي، وحوالي طماطماية كبيرة كده معصورة. برضو الطماطم هنا اختياري، بس انا بحب البطاطس تبقى حمرا شوية. هنقلب برضو كده كل ده مع بعض كويس، وممكن ان احنا نزود شوربة على حسب اختيارنا. طبعا الشوربة اللي احنا عاملينها دي بتبقى وهم اصلا تتاكل جنبيها كده، بتبقى طعمها حلوة جدا. هندخل بقى الصينية بتاعتنا دلوقتي الفرن لغاية كده البطاطس ما تستوي وتاخد لون حلو. والعكاوي زي ما قلتلكوا هي بتحتاج سوا كتير شوية، بس لما ندخلها الفرن كده هتطرى اكتر وتبقى طعمها احلى. بس وقت السلق هنخليها 90% سوا، يعني هيبقى فاضلها كده سنة بسيطة جدا على السوا قبل ما ندخلها الفرن تاني مع البطاطس. بعد كده لما تاخد لون حلو بالشكل ده نبدأ بقى نطلع الصينية بتاعتنا من الفرن. وممكن برضو ان احنا كده بالشوكة نقطع حتة صغيرة من البطاطس علشان نتأكد ان هي استوت كويس. واللحمة احنا مش قلقانين منها لان هي زي ما قلتلكم مستوية 90% في السلق. أكلة زي كده لازم معاها بقى طاجن رز معمر حلو كده. هحطلكوا اللينك بتاعه برضو، جربوه هيعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوله لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعيل الجرس. شكرا.